تتخذ مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة وأسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر ككل سنة على مستوى وحدة مذبح الحراش ومجمع التبريد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قرار فتح المذبح على مصراعيه أي مذبح الحراش أمام المواطنين الذين يتوافدون كل عام لذبح أضحية العيد المبارك. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2025 وتنفيذا لتوجيهات السيد وزير والي ولاية الجزائر، اتخذت المؤسسة الولائية جملة من التدابير والتنظيمات التي من شأنها تقديم أحسن الخدمات وتوفير أفضل الشروط لتسهيل عملية ذبح الأضاحي من طرف المواطنين على مستوى المذبح، خصوصا وأن هذا العام سيشهد توافدا أكثر عددا بمناسبة عملية استيراد الأغنام التي أقرتها على سلطات الدولة والتي سمحت للمواطنين من اقتناء كبش العيد، وهي أولا فتح قاعات الذبح يوم العيد ابتداء من الساعة 6 صباحا للسماح للمواطنين بإدخال المواشي، والمذبح يسع مقدرة استقبال 1000 رأس غنم و200 رأس بقر. ثانيا توفير العدد الكافي من الذباحين. ثالثا توفير ما بين 4 إلى 5 مفتشين بيطريين للفحص الطبي الأولي أي قبل الذبح انسبكسيون انتي مورتم، والفحص النهائي بعد الذبح أي الانسبكسيون بوست مورتم. رابعا السماح للمواطنين الراغبين إدخال أضاحيهم إلى غرف التبريد، وهي 5 ساعتها الإجمالية 270 متر مكعب، مجهزة ومتحصلة على شهادة المطابقة السنوية، واسترجاع أضاحيهم في الغد. خامسا اقتناء جلود الأضاحي وتخليص المواطن من عبئها، ويتم استرجاعها من طرف شركة ندكوم كما سبق، وكذا توفير تسهيلة قطع اللحوم. سادسا توفير أعلى مستوى من الأمن واليقظة، وذلك بتجنيد 50 إلى 70 عون أمن وفتح مركن للسيارات يسع 500 مركبة. سابعا توفير أعلى مستوى من النظافة من خلال العمليات المتكررة للتنظيف من طرف الأعوان القائمين على ذلك. ثامنا توفير أعلى مستوى من التجاوب مع طلبات المواطنين وذويهم في جو عائلي مريح ومطمئن نتمنى من خلاله عيدا سعيدا للجميع، وشكرا.